من المفارقات الغريبة اللي بتحصل في الشارع المصري إن لما أي حد يشوف أي بنت مصرية جميلة ويحاول إن هو يوصف جمالها بملكات مصر القديمة، أول واحدة بتيجي على بالهم هي كليوباترا، يقعدوا يقولوا لها إيه ده كليوباترا أنت جميلة أوي زي كليوباترا. هو أنتوا أصلا مين اللي أوهمكم إن كليوباترا كانت حلوة؟ يا جماعة كليوباترا ما كانتش حلوة خالص. يعني علماء الآثار لما اكتشفوا ليها تماثيل وعملات معدنية من أول حقبة هي مسكت فيها مصر، كانوا مصورين فيها شكل كليوباترا الأصلي وملامحها الأصلية. وملامحها كانت يعني زي ما بنقول كده كانت غليظة جدا، وكانت مناخيرها كبيرة، وكان باين الحاجات دي كلها في التماثيل الأولى. ايه بقى اللي خلاهم يقولوا ان كليوباترا حلوة؟ كليوباترا لما حبت ان هي تتعمق مع الشعب المصري راحت اتعلمت اللغة المصرية وقدرت انها تتواصل مع الشعب المصري، واول حاجة عملتها اتعلمت الديانة المصرية، فتقربت اكتر من ايزيس. فبعد كده كليوباترا لما بدأت ان هي ترسم نفسها على جدران المعابد بقت ترسم نفسها في هيئة إيزيس اللي هي أصلا جميلة. فالناس بعد كده بقوا ياخدوا شكل كليوباترا على أساس إن هي ياخدوا شكل إيزيس اللي مكتوب جنبه خراطيش كليوباترا على أساس إن هي كليوباترا. فعشان كده كله فاكر إن كليوباترا حلوة. حتى هي لما تعمقت في الحكم وخلاص بقت متمكنة من حكم مصر بدأت تخلي النحاتين يعملوا لها تماثيل شكلها فيه حلو، زي التمثال ده مثلا. انا عارفه ناس كتير هتسال وتقول طب ازاي ده كانوا الرجاله كلهم بيجروا وراها وكله عاوز ينول رضاها. كليوباترا يا جماعه كانت ذكيه جدا، تمام. كليوباترا كانت متعلمه لغات كتيره طبعا من ضمنها اللغه المصريه القديمه، وقدرت باللغات دي والثقافه بتاعتها والذكاء بتاعها انها تقدر تتواصل مع الدول اللي حوالينا وكمان الدول الاوروبيه. فده اللي خلى الرجاله تنجذب ليها لذكائها ولقوه شخصيتها. فلما تحبوا توصفوا بنت مصريه جميله بالجمال المصري القديم قولوا لها انت شبه نفرتاري، انت شبه نفرتيتي، انت شبه حتشبسوت، انت شبه ايزيس، شبه الملكات المصريات والآلهة المصريين، مش البطلمة. كليوباترا يا جماعة بطلمية أبا عن جد، ما كانتش مصرية، بس هي حبها للحضارة المصرية خلاها تمصر نفسها.